الإيجار من الباطن تصرف قانوني بينظمه القانون ومش ممنوع، لكن بشرط ان هو لا يخالف ما اتفق عليه المتعاقدين. واحنا هنا قدامنا 3 حالات ممكن تحصل ما بين المؤجر والمستأجر. اول حالة ان المؤجر والمستأجر ما بيتفقوش على المنع من الإيجار من الباطن، وهنا المستأجر له ان هو يأجر العين المؤجرة له سواء كلها او بعضها لغيره لمستأجر من الباطن، والمالك هنا او المؤجر ملوش ان هو يعترض. اما في الحالة التانية فالمؤجر والمستأجر بيتفقوا على منع المستأجر من تأجير من الباطن، وما بيرتبوش جزاء على كده. وهنا لو حصل ان المستأجر قام بإيجار العين او جزء منها من الباطن، فالمالك او المؤجر له ان هو يرفع دعوى طرد للغصب على المستأجر من الباطن، له ان هو يرفع دعوى تعويض على المستأجر الأصلي، وله ان هو يرفع دعوى فسخ عقد الإيجار ما بينه وما بين المستأجر الأصلي. والمحكمة هنا بالخيار إما إنها تفسخ العقد أو تبقي على العقد على حسب ما يتراءى له. أما في الحالة الثالثة فالمؤجر والمستأجر بيتفقوا على منع المستأجر من التأجير من الباطن، وبيرتبوا جزاء على قيام المستأجر بالتأجير من الباطن بالفعل، إما زيادة الأجرة مثلا أو فسخ عقد الإيجار الأصلي. والمحكمة هنا ليس لها خيار إلا إنها تحكم بما اتفق عليه المتعاقدين. فلو اتفقوا على إن الإيجار من التأجير من الباطن جزاؤه هو فسخ عقد الإيجار الأصلي، فالمحكمة بتحكم بالفسخ. لو اتفقوا إن جزاؤه هو زيادة الأجرة، فالمحكمة بتحكم بزيادة الأجرة. فلو أنت مؤجر أو مستأجر وبتكتب عقد إيجار فخلي بالك من بند التأجير من الباطن. وسلام.